يا ابوه. عايز ايه؟ مات. مع ايه مالي ايه يعني؟ انا هريح روحي وانتحر خالص. ليه؟ الزمالك اتغلب النهارده، الزمالك اتغلب النهارده من فاركو. هو فكه ده دواء. دواء؟ مين اللي قالك ان فاركو دواء؟ انت بعقل فاضي. هو حد يشوع الزمالك؟ هتشجع الزمالك؟ اي. ليه ما تشجعيش ليه الزمالك يا؟ ماله الزمالك قد مش فريق زي الفرق يا؟ يا عم ده وحش. وحش؟ مين اي. اللي قالك انه وحش؟ هو كله بيقول. كل ما يقولوا ما انت بشجع ايه؟ الاهلي. الاهلي؟ اي. انا هطلعك من البيت النهارده. سيبني سيبني في حالي، مالكش دعوه بيا. هتنزل ولا ارجعك من فوق؟ امسكك من رجليك ولا ارجعك من فوق. انت اللي هتكسر رقبتي ايه؟ اي. ليه تكسر رقبتي ليه؟ عشان انت مش زي الزمالك. عشان ايه؟ عشان انت زملكاوي. عشان انا زملكاوي؟ ايوه. طب انا هنتحر وهريحك مني، انا عملت المشنقه اهو وهشوف. هتنزل ولا ارجعك من فوق؟ يعني ايه يعني ايه؟ ايوه ارجعك من فوق انزل. طب لو ابوك راجل وانت صح اهلاوي يبقى تعالى جنبي، سيبني في حالي، اعمل معروف. ما هتنزل ولا هشدك بالرجلين؟ سجن رجليا؟ ايوه. طب لو ابوك راجل يبقى اعملها. الله يخرب بيتك يا مرتضى على بيت الزمالك. تعالى يا عبده. الفكرة دي يا اخوانا، انا راجل زملكاوي بس ولادي اهلاوية، طبعا ده ما يغيرش حاجة، بس انا كنت عايز اقول رسالة الهرقل بتاع الزمالك اللي اسمه مرتضى منصور. انت طالع تقول كل يوم، تقول ام الخطيب على ام احمد شوبير على ام مش عارف مين على ام مين، ومفيش واحد الا لما مسكت سيره امه. انا بنصحك تسيب ام الخلايق دي كلها وتشوف ام الفريق تظبطه، لا تورينا عرض كتاف امك انت يا اخي. ما انت تورينا عرض كتاف امك، يا تشوف ام الفريق اللي تظبطه ده وتسيب ام الناس في حالها، وبعدين بص اللي عندك قبل ما تبص للناس اللي بره. انت عشان خايب وخليت الفريق اخيب منك، انت مش لاقي حاجه تعملها.